السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين، آمين. جمعة مباركة علينا كلنا. الحدث الجلل أو الجلل الذي أذيع الأمس لسه صداه وتبعاته لسه بتدوي في أسماع جميع الأهلوية، وإحنا كلنا دلوقتي زي ما تقول إيه caught off balance، يعني خلاص فقدنا الاتزان، لأن قرار الكابتن محمود الخطيب بالتنحي وعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات الجاية قرار مفاجئ وقرار صعب علينا ان احنا نتقبله. يعني من الناس اللي انتقدت الكابتن الخطيب نقد لاذع، كنت حتى بأطالب ان هو يعني يتنحى عن رئاسة شركة الكورة او رئاسة او يكون ان هو المنصب الأوحد لاتخاذ القرارات بشأن كرة القدم في النادي الأهلي. بس ما كنتش أتوقع أبدا إن القرار يجي وإن القرار إن ده يحصل. يعني ده طبعا من نتائج الغضب والردود الأفعال الناتجة عن اهتزاز المستوى وتعيين ريبييرو الخاطئ. الواحد طبعا بيبقى منفعل وبيطلع يعني طاقة غضبه، لأن لو ما عملش كده بتهيألي هطق من جنابي. المهم، قرار حدث امبارح بعد اجتماع أو أول امبارح، أعتقد أنه حصل امبارح الخميس، بعد اجتماع 4 ساعات مع مجلس الإدارة، خرج وقال أنا هنزل تحت أتكلم مع الأولاد، يقصد فريق الكرة، وطلب من الدكتور سعد شلبي إن هو يجي معاه، اداله ورقة قال له اقراها على الناس اللي جوه. أراها طبعا صدمة إن هو في الأسباب الصحية ونتيجة الكلام معاه من الأهل، وحتى كمان توصية من الدكاترة بتوعه إن هو لازم يحافظ على صحته، لأن ده يبقى خطر عليه الوقت اللي جاي ده. ممكن يبقى فيه يعني تداعيات صحية، فهو اتخذ هذا القرار وكلنا طبعا صدمنا بهذا. أنا أول ما قريته في عنوان من أحد الإخوة اللي بيطلعوا على اليوتيوب، أنا افتكرته بيهزر، بس لا، الموضوع جدي جدا وده مش هزار. فالراجل مش لا يرغب في إن هو يستمر. طيب، ده ملخص ما حدث. طيب، في آراء كتيرة النهاردة طلعت. طبعا الناس اللي معاه في مجلس الإدارة مش مصدقين، لأنه بيقول لك أنا امبارح
كنت بتكلم معاه امبارح بالليل، كنا بنتكلم على الرعاية الجديد، عقد الرعاية الجديد من اديداس والميزانية والكلام ده كله. ده بس امبارح بالليل، معقولة النهارده الصبح ينقلب بالقلبة دي؟ مش ممكن. ففي آراء كتير قوي انا هعرضها على حضراتكم، وعايز حضراتكم تقولوا لي ايه يعني ايه اللي تستشفوه من الكلام ده. فالناس بتقول لا، ان هو غضب غضبة كبيرة جدا من تصريحات المارق حسام غالي، وان هو عاوز يبقى هو رئيس النادي الجديد. طبعا هو ما عندوش خبرة ابدا في الحكايه دي، وهو شخصيه غير قياديه، هو شخصيه ثوريه، هو شخصيه مثيره للجدل، بس مش هو مش شخصيه اداريه ابدا يعني، ولا قياديه. هو قياديه في حاله الثوره، بس مش قياديه في حاله الايه الاداره. لا يستطيع ان يدير وما خدش الخبرات اللازمه ان هو يدير، يعني ما تدرجش في المناصب زي ما تدرج الكابتن الخطيب مثلا. وانا اعتبر ده يعني مش هقول خيانه، جايز تعتبروها خيانه، بس هو لما عرف ان هو بره المجلس او بره قائمة الكابتن الخطيب زعل. طب ما زعلت ليه اذا كان انت اساسا ما بتحضرش اجتماعات؟ طب ما تزعل ليه؟ يعني انت اساسا ما بتحضرش اجتماعات، ايه اللي زعلك؟ انت زي قلتك اساسا يعني، ما تفهمش. فبقول لك ان الخطيب رد فعل الكابتن الخطيب على ما فعله هذا المارق حسام غالي. وطبعا ده تفسير عبيط بيني وبينكم، يعني واحد ينقلب عليا او ما انا اتنحى، كلام مش مظبوط، ما انا ما صدقوش. التفسير الاولاني يعني، او في تفسير تاني بيقول لك ايه بقى، ان هو عمل كده علشان يجبر الجمعية العمومية على الأقل 5000 عضو أنهم يحضروا، علشان لو ما حضروش النادي الأهلي يتبع، أو مش هيبقى فيه طبعا قائمة أو سياسة داخلية، أو يعني مش الجمعية العمومية مش هتعتمد قرارات النادي الاهلي او سياسه النادي الاهلي، فهيضطر انه يتبع سياسه ايه وزاره الرياضه. وده حاجه لا يريدها الخطيب، تبقى اول مره في تاريخ النادي الاهلي، وانا مش عارف ليه الناس دي ما بتحضرش. فاقول لك هو عمل كده عشان الناس دول يحضروا، علشان يتجنب النادي الاهلي انه يتبع يعني قوانين وزارة الرياضة. فده مش انا والله ما اعرفش، انا بعرض على حضراتكم الذي قيل، ما اعرفش هل ده صح هل ده غلط. طب ده واحد يعني مريض، يعني صحته على قده من زمان واحنا عارفين الكلام ده. طب هل ده يحصل في يوم وليله يبقى بيتكلم معاهم بالليل عادي خالص، يبقى الصبح يديهم خطاب التنحي او خطاب عدم الاستمرار؟ لا، ما اعرفش. انا جايز جدا، وجايز جدا فعلا الراجل يكون مريض. في حل بقى، او في رأي ثالث بيقولوا الجدع الهارب اللي قاعد في تركيا وكان قاعد في قطر قبل كده، انا ما بحبوش وآراءه ما بتعجبنيش،
واراءه دايما بتبقى ايه، بيحط لك فعلا هو ده اللي بيحط السم في العسل. اللي كان طالع بيقول لي انت بتحط السم في العسل، عايز تعرف بقى وتسمع السم في العسل، اسمع الراجل ده طالع بيقول ايه بقى. ده قرار سيادي جاي من الحكومه، امر للخطيب ان هو يتنحى، خلاص كفايه كده عليك بقى امشي عشان احنا هنبيع النادي الاهلي. طب وهم يعني مثلا اعقلها انت كده، وهي الدوله محتاجه ان كابتن الخطيب يتنحى علشان يبيعوا النادي الاهلي؟ طب ما هو بيع النادي الاهلي ده مش بمزاجهم برضه، لازم يكون جمعيه العموميه توافق عليه. هيبيعوه ازاي؟ هيبيعوه ازاي؟ ويبيعوه لمين وليه؟ تبيع نادي بيدخل لك فلوس للبلد ليه؟ انت لما تعوز تبيع، بيع بقى نادي معفن مقيح جربان جربه زي نادي الزمالك. هو ان النادي اللي يتباع اللي تخلص منه، اللي عمال يحلب في مقدرات البلد وتخلص منه ومن قرفه، هو ده اللي تبيعه. تبيع النادي الاهلي ليه؟ النادي الناجح ده تبيعه ليه؟ وتبيعه لمين؟ او هتبيعه بكام؟ كلام لا يدخل عقل طفل عنده 6 سنين. طيب ايه الحل بقى يا جماعه؟ يعني ايه الحل؟ لا خلينا نقول ان الكابتن الخطيب مش عيان، وده كلام غلط. الراجل مريض، واخ تاني على اللي بيطلعوا على اليوتيوب قال ان هو عمليه هيخوض عمليه دقيقه بس مش خطيره. وانا بقول له اي عمليه بتبقى خطيره فيها نسبه خطر. اي وقت انت تبقى تحت رحمه البنج في خطر عليك. مفيش حاجه اسمها مش خطيره. بس هل ده فعلا السبب اللي خلاه يبقى كده؟ يعني اللي خلاه يعني يقرر القرار ده؟ طيب ايه الحل يا جماعه؟ هل يتنحى؟ ما هو الكابتن الخطيب لم يعد كادر، يعني الاعداد السليم الصحيح الكامل علشان ياخد او يحل محله او ينوب عنه. طب ايه الحل؟ ما هو لم يعد. والراجل اللي كان بيعده الله يرحمه العمري فاروق توفى. طب هنعمل ايه؟ احنا محتاجين، يعني مع كل انتقادي لكابتن الخطيب، احنا محتاجين كابتن الخطيب في الوقت ده. يعني لما تشوف انت فرحة الزملكاوية بالقرار ده تعرف قيمة الخطيب الفعلية مع انتقادي له. بس لا، احنا محتاجين الكابتن الخطيب يبقى موجود، لان ده كده زي ما تقول كده شوكة في زورهم كلهم. ومش كده بس، يعني كابتن الخطيب لما يرفع سماعة التليفون ويتكلم رئيس نادي في قطر او الامارات او السعودية، الراجل ده يعني زي ما يكون شوية هيقف لما بيتكلموا في التليفون. يعني راجل له وزن تقيل قوي، تقيل قوي، لا يعوض، ما ينفعش. احنا محتاجين الكابتن الخطيب يبقى موجود دلوقتي، بس مش على حساب صحته. طب هنعمل ايه؟ الحل بيقول لك يعني في واحد طالع بيقول على برضه بيقول لك امسك، يعني زي ما بيقولوا كده بيقولوا زمان امسك العصايه من النص. ازاي؟ انه يترشح ويبقى رئيس النادي فعلا، بس يسيب مهام الكوره لحد تاني. هو هيبعد نفسه عن الموضوع ده خالص، ان كل الازمات والمشاكل والضغط بيجي من فريق الكوره، مش من اي حته تانية. يبقى هو بقى ايه، يقعد يمسك بقى الاستاد، يخطط في الاستاد، يخطط للفروع، يعمل الحاجات دي كلها، الحاجات اللي ما فيهاش اي ضغط، ويسيب الضغط كله بقى على واحد تاني. طب مين الواحد التاني ده؟ والله انا في نظري وفي نظر الاخ اللي طلع قال، انا بعضد هذا الرأي
ان الكابتن سعد عبد الحفيظ هو اللي يمسك. سيبك انت بقى من الجدع اللي اسمه ايه، محمد يوسف ده، اللي اثبت فشله فشل تام في حتى التجديد، مش عارف يجدد لحد. وبالتالي لما اجتمع هو مع اللاعبين من يومين، كان موجود مين بس؟ كابتن وليد كابتن الوليد صلاح الدين. ما كانش موجود الكابتن محمد يوسف. ودي رسالة ضمنية بيقول لك كده، انت ايه، خلاص دورك ما خلاص انتهى. يبقى تنحي ده وتجيب سيد عبد الحفيظ. وسيد عبد الحفيظ لازم يعملها بقى ايه، مش علشان الكابتن الخطيب ومش علشان جماهير النادي الاهلي، لا، كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يعملها علشان النادي الاهلي ذاته محتاجه. سيبك بقى من كل ال 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 الاسباب والحاجات اللي حصلت والكلام الفارغ اللي بيقول لك اصل يعني انا بقبض مش عارف بكام وعندي عقد مع NBC. مفيش كلام ده. الناس دي هتسيبك لو النادي الاهلي محتاجك. احنا دلوقتي محتاجين الكابتن سعد عبد الحفيظ يمسك ملف الكرة كامل، ملف كامل يمسكه، ويبقى فيه حتى كمان ما يبقاش يعني القرار اوحد. لان حتى الكابتن الخطيب ابتدى يسمع لنا، مش انا يعني بتكلم على اجمال الجماهير الاهلاويه والناس اللي بتطلع على اليوتيوب، انه ما يبقاش قرار موحد او قرار احادي، يبقى قرار موحد. يبقى موحد يعني ايه؟ يعني الناس كلها بتجتمع عليه، مش قرار احادي او قرار واحد فقط. وبالتالي قال لك انا مش هختار المدرب، مش هرتكب الخطأ اللي انا ارتكبته مع ريبييرو. واختيار المدرب الجديد هيبقى اختيار باستشارة الناس اللي حواليه، وده كويس. يعني ابتدى ان هو يصحح من الاخطاء اللي حصلت قبل كده، ودي حاجة كويسة. فاعتقد ان هو يعني ياخد الوقت اللي هو عاوزه، يستجم، يرتاح، يتعالج، ويخف شوية الضغط على نفسه، بس ما يسيبش النادي الاهلي. لان ممكن في اي وقت من الاوقات يا كابتن خطيب انا مش عارف اعمل الحكايه دي، ارفع سماعه التليفون والنبي يكلم الجدع ده. هي كلها مكالمه تليفون. مين اللي يقدر يعمل كده في النادي الاهلي دلوقتي؟ ولا حتى ياسين منصور راجل اعمال، بس هو يمسك ايوه، بس بعدين مش دلوقتي. يعني لو كان ليه ولينا كلنا عمر. انما مكانة الكابتن الخطيب، معلش يعني ما فيش حد دلوقتي يضاهي مكانة الكابتن الخطيب. فرجاء يا كابتن الخطيب، لو فعلا صحتك تستحمل، يبقى امسك العصاية من النص زي ما انا والاخ اللي طلع قبل كده يقترح. لو انت فعلا قادر تقود، قود. لو مش قادر تقود خالص وحتى الحل الوسط ده هيأذيك، هنعمل ما باليد حيلة. بس انا بقول برضو ان الحل الوسط ده هو احسن الحلول. انت ما تسيبش النادي كده غرقان، لان النادي الاهلي مش هيغرق كده، بس احنا محتاجينك. يعني احنا محتاجين ان انت ما تسيبش. انت لازم قبل ما تسيب لازم تعد كادر اعداد كامل عشان يمسك. وانا اقترح من دلوقتي ان لما بعد الانتخابات دي، وان شاء الله انت هتفوز بيها، ابتدي بقى نقي الكادر او الكوادر اللي انت عايزها، وابتدي بقى دربهم بقى. ابتدي بقى اديهم مهام كده واختبرهم والكلام ده كله، علشان لما انت يجي اليوم ان انت تتنحى، يبقى في حد تاني يقدر يشيل النادي. بس مش هيوصل لدرجة الهيبة اللي هي عندك. احنا دي حاجة بتاعت ربنا. يعني الهيبة دي والله الواحد هيعيط تحت ربنا. الهيبة اللي عندك دي مش مع يعني ربنا ما بيديهاش لأي حد. فأنا يعني أنا بأشيد
كابتن الخطيب إن هو لو قادر يقود النادي الأهلي يبقى يقوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.